الدوت بلاك، النقط السوداء او البقع السوداء اللي بتبقى موجوده في كاميرا الموبايل اثناء التصوير، سواء في زوم 1 في زوم 2 في زوم 3 او اكتريتها في زوم 3. انا هنا بنظف حوالين العدسه بتاعه الكاميرا عشان دي لزق. المفروض اللي بيبقى فيه هنا كده كاوتشه سوداء او جلده سوداء بتبقى موجوده في كل الايفونات حوالين الكاميرا، ولكن هنا مش موجوده لان الظهر ده كان متغير قبل كده، فكان بيحاول يحط ماده لزق حواليها عشان ما يخشش اي تراب بعد ما الظهر بيتغير. شايفين كده هنا دي موجودة هنا ايه؟ الكاوتشة السوداء اللي بتبقى حوالين الكاميرا. الناحية التانية هنا مش موجودة، موجود لزق، واللي كانت الكاميرا اللي فوق مش موجودة برضو. دي وجودها مهم جدا لان هي بتحافظ على اللي انت بعد ما بتغير ظهر ما يخشش اي رايش، ما يخشش اي اتربة. مع الوقت ومع العمر بتعمل مشكلة في الكاميرا، فبتعمل البقع السوداء اللي انت بتبقى بتشوفها، ودايما بتظهر بعد تغيير الظهر، بسبب اللي هي لما بتتقطع اثناء تغيير الظهر ما بتركبش واحده غيرها. فهنا هي موجوده في واحده بس، وفي عدستين تانيين مش موجودين. لازم تبقى فاهم كويس جدا ان التفاصيل والحاجات الصغيره دي بتفرق جامد جدا بعد تصليح موبايلك. ما تحاولش